صناعة المحتوى بتدمر الإنسان، والله العظيم بجد صناعة المحتوى مخيفة ومرعبة. ليه اعتزلنا السوشيال ميديا؟ لازم أتكلم دلوقتي ولا مش لازم أتكلم دلوقتي؟ يعني هل هو التوقيت مناسب أو التوقيت مش مناسب؟ أنا بقالي سنتين في الصراع ده، صراع مش بينتهي، صراع التوقيت. صح ان انا انزل ده دلوقتي ولا مش صح؟ صح ان انا اشتغل دلوقتي ولا مش صح؟ صح ان انا اعمل حاجه ولا مش صح؟ الصراع ده هو السبب الحقيقي ليه اعتزلنا السوشيال ميديا. الواحد جه عند نقطه وكان لازم يصارح نفسه. انا تكشفت قدام نفسي، اتعريت قدام نفسي. اول ما الاحداث حصلت من حوالي سنتين الناس كلها بتتكلم. معنى الناس كلها بتتكلم ده المعنى الحقيقي، معنى كلمه ترند. بنفس الطريقه من قبلها ب4 سنين كان في احداث تقريبا حي الشيخ رضوان، انا مش فاكر حتى اسم الحدث ايه، وده هينقلنا للي انا عايز اتكلم فيه. كان الفيديو اهو، فاكرين الفيديو ده اللي لابس فيه اصفر على اليمين ده؟ صح؟ شايفين الارقام بتاعته؟ حوالي 17 مليون مشاهده. وقتها كان عندي المونيتايزيشن شغاله، يعني كان عندي الربح من الفيديو شغال. انا عايزك تقنعني ازاي نفس البشريه اللي ممكن تصلي وممكن يخش لها الرياء من باب صغير يبطل صلاتك، فازاي الرياء في الحاجات الصغيره قوي 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 دي بيتخاف منه وانت مش ضامن دايما اي عمل، وتيجي تطلع انت بفيديو يجيب الارقام دي كلها وتفتكر ان ده ممكن ما يكونش فيه رياء؟ احتماليه اكبر انه ممكن يكون فيه رياء، ممكن يكون فيه احساس بالبطوله مثلا، احساس ان ده مخدر بالنسبه لك، اللي هو انا كده عملت اللي عليا، فتحت الكاميرا، اتكلمت، عملت مشاهدات، وصلنا الفيديو ده لناس كتير جدا، انا كده يا باشا عملت اللي عليا وبس، انا كده خلاص، انا زي الفل، اقدر اروح انام واكمل حياتي واعيش حياتي عادي زي ما انا. بالليل نقعد في القهوه نشرب سيجاره عادي، مكسلين نصلي، نعيش حياتنا عادي، المهم انا عملت اللي عليا وبس. نسال بس سؤال، عملت اللي عليك قدام مين؟ قدام الناس؟ ايه الناس هينفعوك بايه الناس؟ ده انت امك وابوك واخوك هيسيبوك ويجروا ويفروا منك يوم القيامه، وانا ما نعرفوش، كل واحد نفسي نفسي، كل واحد هيتحاسب لوحده. عملت اللي عليك قدام مين؟ بتضحك على مين؟ هي دي النقطة اللي الواحد لما صارح نفسه بيها دخل في صراع نفسي خلاه ما يقدرش يفكر يعمل أي حاجة أو قادر يعمل أي حاجة من هول الموقف أو الأحداث. طبعا اول ما بدات خالص انت الواحد ما كانش عارف بقى الموضوع هيستمر قد ايه، فاول ما بدا الموضوع والله عملنا ايه، فيديو بشرح جرامر عن طريق ان انا بدخل كلام من القضيه. بعد كده اتكلمت عن مش عارف الامثله الشعبيه الموجوده عن اخواتنا هناك عشان خاطر نحيي الثقافه العربيه بتاعتهم. وبعدين فيديو من الفيديوهات لا طلعت كنت متنرفز قوي فعلا، زعلان، احنا فين، احنا بنعمل ايه، احنا مش موجودين ليه، كلام زي ده ونزل يعني. وبعدين الفيديوهات دي لما حصلت لسه الاحداث موجوده، لسه انت مش مؤثر باي شيء. انا فاكر ان وقتها انا فعلا قعدت اقول يا جماعه نعمل ايه، يعني انا كان ليا جروبات اصحابي وكده كنت بدخل ابعت لهم يا جماعه نعمل ايه. كنت حاسس ان هو يعني ازاي كل مره اللي انا اعرفه، اللي انا في دماغي مخي اتبرمج على ان لو حصلت مشكله معينه كده كده المشكله دي بتتحل وبتتنسي، ما بتاثرش جوايا، ما بتاثرش فيا، ما بتسيبش جرح جوايا، وبعدين بتعدي لوحدها، بيبقى نابع عن احساسي او عايز اشارك في الموضوع وكده، ولكن لا يمنع ان فعلا الواحد بعدها بيحس ان هو لا انا كده عملت اللي عليا وبطوله، والناس يا باشا بتدعي لي، ده الناس من جوه وبتدعي لي زي الفل، قد ايه انا راجل عندي كلمه وعندي قضيه وعندي موقف وعندي بتاع. مخدر على طول يا باشا، بتاخد المخدر كده عشان ايه؟ تهدى بقى، عشان ترمي جلد الذات وتأنيب الضمير ده في جنب بقى. اللي المرة دي حصل إن المخدر ما مشيش، ما نفعش، لسه مش قادر أخرج من تأنيب الضمير، لسه الحدث مأثر جوايا. شفت كل حاجة عملتها، لا والله ده احنا بعيد، لا 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 لا, لا. انت عايز تفهمني ان انا اكون شغال بمنتج الفيديو اللي انا خدت فيه موقف كويس وانا جنبي علبة سجاير والاغاني شغالة في الكافيه اللي انا فيه وانا كده واخد موقف بطولي وكده انا بساعد؟ لا لا لا، انا كده بضحك على نفسي. كانت دي نقطة التحول. أنا شُفت نفسي كدّاب، شُفت نفسي مش حقيقي، وده رجّعني بقى لأول ما بدأت أعمل فيديوهات، حسّيت إن هي هواية لطيفة، وبعدين اتحوّل لشغل الحمد لله. بس واحدة، واحدة ابتديت غصب عنّك الدوبامين بتاعك يرتبط بالمشاهدات، ودي حاجة أنت ما تقدرش تمنعها. بُص، يعني أنا باحكي لكم حاجة عشان تقدروا حتى ما يضحكش عليكم يا جماعة من الناس، فأنا مش باقول نسيء الظن بكل الناس كفاية يعني، ولكن ناس كتير أو أنا واحد من الناس الدوبامين بتاعي وفرحتي وسعادتي كانت مرتبطة بالمشاهدات. لو في فيديو نزل ومشاهداته عِليت، أنا بابقى مبسوط وعارف أعيش وعارف أضحك وعارف أبتسم وعارف أهزر وعارف أعيش حياتي. لو في فيديو نزل ومشاهداته مش عالية، بيبقى يوم بالنسبة لي تعيس جدًا، مش قادر أتكلم، حزين، زعلان، باتنرفز، مش الارتباط ده بقى هل هتقدر تفُكّه في كل الفيديوهات؟ لأ، الارتباط ده بقى نفسيًا هيخلّي فيديوهاتك نفسها تبقى مش حقيقية.
ده واحدة، واحدة بيخلّيك تتنازل عن بعض المبادئ عشان خاطر المشاهدات، يعني اختلاط زيادة، موسيقى، هزار فيه كلمة مش تمام، مش عارف إيه لإن غصب عني حتى لو ده مش أنا، حتى دي مش شخصيتي، ولكن أنت خلاص أنت عايز تبُص على الأبعد، عايز تبُص على المشاهدات، وتبُص على المشاهدات ده لأسباب كتيرة، ممكن بس لسبب الشهرة والattention، ممكن بسبب إن المشاهدات بتجيب لك فلوس، فعلًا أسباب كتيرة أوي. مع الوقت لمّا بدأت فيديوهات يعني الواحد كان حقيقي، حقيقي، وبعدين ابتدى إن هو يبقى حقيقي أقل من كده، أقل من كده، الشخصية بتتغيّر، مبادئ بتتغيّر، حاجات كتير بتتغيّر، 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 دخل في النُص أحداث مهمة كان الواحد خَد فيها موقف بطولي، ولكن الأحداث دي برضه كانت ما ينفعش تفُك هذا الترابط اللي هو الشعور بالفرحة بالفيوهات مع شعورك أنت كمسلم، كواحد مهتم بإخواته، ده كله قعد يكسّر، 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 يكسّر لحد ما خلّاك إنسان مش أنت. صناعة المحتوى بتدمّر الإنسان، والله العظيم بجد صناعة المحتوى مخيفة ومرعبة، ولو ما عندكش مرجعية وأساس ثابت وبتجدد النية كل يوم وأنت بتعمل فيديو والّا أنت بتعمل حاجة، لو سِبت نَفْسك فكرة أنا عايز مشاهدات ممكن تضيع. ده كله خلّانا مش حقيقيين. لمّا تكشّفت قدّام نَفْسي بقى، حسّيت إن كل اللي بابنيه نُصّه مش كُلّه باطل، نُصّه مش حقيقي، نُصّه ما لوش لازمة، نُصّه نيّتي كانت إيه وقتها، نُصّه ما قدرتش أستوعب كمية اللي أنا عملته ده. مع الفهم ومع مرور الأحداث، وده استمرار الأحداث ده دايمًا بيأثّر في الموضوع ده، ده خلّاك تحس إن أنت مشارك، دي مش أفورة فكّر فيها كده. أنت واحدة، واحدة بقيت بتتحوّل إلى لفظ الرويبضة اللي الرسول قال عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، إن هييجي آخر الزمان هيظهر الناس الرويبضة، إيه هم الرويبضة يا رسول الله؟ الرجل التافه اللي بيتكلّم في أمور العامة، الرجل التافه بيتكلّم في أمور العامة ده يعني trend، يعني هو اللي بيأثّر في الناس، يعني حد بيعمل أي حاجة ما لهاش لازمة وبيظهر للناس، فالناس بتتأثّر بيه، بالضبط، 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 يعني سبحان الله والله من الأحاديث اللي بتدل على صدق النبوة يعني سبحان الله. لمّا تيجي بقى نقطة كده معيّنة، يا نهار أبيض! هل أنا كنت أنا فعلًا الشخص ده؟ تيجي بقى تحزن على كل اللي حصل، كل اللي فات، وييجي يهوّن عليك إن أنت والله لأ، يعني في ناس استفادت، والله لأ، فيديوهات ماما كانت حقيقية، والله فيديوهات الEnglish فعلًا فادت ناس كتير، إحنا شغلنا الحمد لله كنا بنتقي فيه ربنا، شغلنا بتاع الكورسات، الحاجات دي كلّها دي بتيجي تهوّن عليك شوية وبتحسسك اللي هو لأ، يعني أنت كان في جزء عايز يروح كده، وكان في جزء تاني، وبالتالي واحدة، واحدة بتبتدي تهدّي نفسك، بس في نفس الوقت خايف تهدّي نفسك لدرجة إن ده مخدر بالنسبة لك، اللي هو لأ، أنت كويس وحلو وجميل، لا، 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 لازم هنا بقى يبقى في جزء من تحمُّل المسؤولية، ما ينفعش يا جماعة ربنا توّاب رحيم، الحمد لله على نعمة رحمة ربنا بينا، ولكن أنت متحمّل مسؤولية اللي أنت بوّظته، ما هو أنا لمّا أبقى طالع أقول للناس يا ناس تعالوا والأجانب حلوين والاختلاط ويالّا نتفسّح ويالّا نخرج ويالّا نرقص ويالّا نغني ويالّا نتعلّم عن طريق الأغاني ويالّا نعمل ويالّا نعمل، ده معناه إن أنا باطبّع مع الذنوب دي، ده معناه إن أنا باساعد في انتشار الغفلة حتى لو مش بشكل عالي أوي شبه ناس تانيين، ولكن أنت بتساعد على انتشار الغفلة، ده معناه إن أنت بتشارك في إبعاد الناس عن الدين، فكرة البُعد عن الدين ده إنه بسبب إن هو منتشر الأحداث دي موجودة، لو إحنا ما كناش بُعاد عن الدين بهذا الشكل ما كانتش الأحداث دي حصلت بهذا الشكل، كان زمان في تصرُّف حصل، وكان زمان في موقف اتاخد مش بالشكل ده، ولكن بُعدنا عن الدين وغفلتنا ده اللي خلّى الأحداث تحصل بالشكل ده. هنا بقى عرفت أنا قصّرت إزاي زمان، هنا بقى عرفت يعني إيه لمّا باجي أطلب من إخواننا يعني اللي في القطاع لو سمحت سامحني، أنا عرفت أنا باقول له سامحني ليه، سامحني لأسباب كتير أوي، منها إن أنا أذيتك زمان وأذيت نفسي. شُفت بقى الصراعات اللي جوايا دي بقى، دي من أسباب إن الواحد بعد عن السوشيال ميديا الفترة دي كلّها. ما نزلناش فيديوهات خالص، لأ نزّلنا فيديوهات، وحتى في فيديوهات ما شاء الله الحمد لله جابت مشاهدات عالية، ولكن الفيديوهات كلّها كانت في سكة الترويج، الكورسات، لكن ما كانش في أعتقد تطبيع مع حاجات تغضب الله يعني، أعتقد كان فيها التزام بشكل أو بآخر. هي دي النقطة اللي كنت عايز أتكلم فيها، نقطة الصراع النفسي اللي حصل جوايا، والصراع ده هو اللي خلّى يبقى في تباطؤ في تنزيل الفيديوهات وفي صناعة المحتوى. انطلاقًا بقى من النقطة الأخيرة دي بتاعة إزاي الواحد فِهِم إنه لازم يتحمّل المسؤولية لإن هو غلط، وبالتالي لازم يصلّح اللي عمله، ابتدى الواحد بقى أفكاره تتغيّر، الله يثبّتنا يعني ويهدينا، ولكن مش برضه مش بادعي المثالية، مش باقول إن أنا أحسن حد في العالم، ولكن أنا باقول اللي حصل جوّاه نَفْسي، ابتدى الواحد يعني يحاول يحسب الكلمة اللي بيقولها، يفكّر قبل ما ينزّل الحاجة 100 مرّة، والتدبُّر، الشعور بالتوحيد، الشعور بالفوقان، التساؤلات الكتير اللي جات جوّه الواحد، تحمد ربنا إنه اختارك تفوق. الحدث اللي حصل ده اعتبره كإنه جرح بدأ اتعوّر،
وبدأ ينزف. طول ما هو بينزف أنت حاسس بفترة الحماس وفترة إنك لازم تنزل وبتاع لأنك موجوع فبتتكلم. بعد كده الجرح بدأ يلم، بعض الناس بدأت تألف، فخلاص ابتدى الجرح يلم 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 ويهدى يهدى يهدى. هنا بقى كان في اختيارين، إما إنك تختار الطريق الصعب، شُفت الجرح بعد ما لم تيجي تفتحه تاني، أنت اللي تفتحه بإيدك وبمزاجك، مش يتفتح لوحده، مش حدث تاني يحصل فيفتحه لك، لا، 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 لأ، أنت اللي تدب صباعك فيه كده وتفتح الجرح تاني عشان تفضل حاسس بنفس الألم وتكون بنفس الحماسة وتكون بنفس الشعور والغضب وتحمل المسؤولية، أو تسيبه يلم. الحمد لله ده بيلم وبيهدى 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 وترجع أنت لشخصيتك القديمة. إما كده وإما كده. وقتها أنا توقعت إن كله هيفتح الجرح، كله هيدب الألم ويفتح الجرح ده عشان يا جماعة لسه بنفوق ولسه عايزين ولسه بنتغير ولسه بنكتشف نفسنا وبنشوف إحنا ظلمنا نفسنا في إيه وظلمناهم في إيه ويلا نتحمل وكذا وكذا وكذا. واكتشف الواحد إنه مش العدد الأكبر هو اللي قرر يفتح الجرح ده، بالعكس الناس الأكتر قررت إن هي تسيب الجرح ده يروح كده يلتئم مع نفسه كده يهدى خالص حتى يختفي. ده الناس أصلًا بدأت تعمل عمليات تجميل على الجرح، والناس اللي تقول لك ما نعمل على الجرح ده تاتو. الحمد لله إن إيدي التانية ما فيهاش جرح شبه ده، عشان بصراحة الجرح ده ضايقني أوي. يا بخت اللي ما اتجرحش أصلًا من الأول خالص. أنا مش عارف أنا ليه جرحت نفسي في الأول خالص وسِبته ينزف، ما أنا كان ممكن ما اجرحش نفسي. وابتدت بقى الناس هنا تتغير بقى في الحتة دي بقى. يمكن من بعد الأحداث دي السوشيال ميديا زعلت مني ووقف الربح تمامًا من كل الفيديوهات، وسبحان الله يعني الواحد كان متأكد إن ده الخير ليه. يعني أنا شُفته في بداية الفيديو لمّا باقول لكم الدوبامين بتاعي كان بيتضايق لمّا ما بيجيش مشاهدات وكلام من ده، لأول مرة ينتهي موضوع الفلوس ده والربح ده permanently كده، وفي نفس الوقت أنا ما زعلتش. سبحان الله يعني هنا حمدت ربنا كتير أوي، حمدت ربنا إن أنا ما زعلتش، حمدت ربنا إنه شال تعلقي بهذا الأمر واللي بجد كان مدمرني زي ما أنا وضحت في الأول يعني. سبحان الله يعني الواحد يعني ماسك بركة الصلاة وماسك بركة الدعاء وماسك بركة التقرب إلى الله، والله يثبتنا ويهدينا، وعارفين إنه يعني سبحان الله في انتكاسات على طول والناس دايمًا مش على حال واحد يعني. بس نسأل الله إن إحنا ربنا يختارنا ويجعلنا من المهتدين، فالله المستعان يعني. هذا الفيديو دعوة لإيه؟ ترجع تفتح الجرح تاني، يمكن دعوة إن أنت تحس بالمسؤولية، يمكن دعوة إن أنت تعرف تستغل فترة التدافع بين الحق والباطل دي وتبدأ تعرف بيها ربنا. اقف مع نفسك واكتشفها عشان تقدر تتحمل المسؤولية. الناس مش هينفعوك ولا نظرتهم ليك هتنفعك، فأنا بس بادعو الناس إن إحنا كلنا نقرب من يعني إن إحنا نعرف نقف مع نفسنا وقفة حقيقية. لازم تكون عارف بالضبط أنت مين واتخلقت ليه وهدفك إيه وغايتك إيه الغاية الأسمى اللي بتوصل لها، وإزاي تخدم بقى كل حاجة في حياتك إن أنت توصل للغاية دي. بتتعلم طب وماجستير ومش ليه؟ لازم توصل لليه؟ عشان تجيب فلوس ليه؟ عشان توصل ليه؟ لازم كل حاجة واحدة 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 تبتدي تعلقها بالله سبحانه وتعالى. كلام مش مترتب، كلام كتير ما اعرفش يعني كان ينفع ينزل والّا لأ، تجربة شخصية كنت حابب أحكيها. ده مش وعد قدّامكم إن أنا مش هانتكس، ولا وعد قدّامكم إن أنا هابقى شخص كويس، ولا وعد إن أنا أي حاجة، ولكن أنا ده شعور جوايا إن أنا باحاول. لو في ناس مش عايزهم يشوفوا الفيديو فأنا أكيد أتمنى إن أهلنا داخل القطاع خصوصًا في المرحلة دي. لو شُفت آسف وباعتذر لك. ليه مش عايز حد منهم يشوف الفيديو؟ لإنه ما أعتقدش إن مهما كانت الصراعات اللي جوايا اللي قدرت أحلها أقدر أحل الصراع بتاع إن أنا عندي حياة، قادر أتكلم، قادر أعبّر عن نفسي، قادر أفكّر في شغلي وأطوّر من الbusiness وأعمل، 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 وفي غيري مش لاقي ياكل. غيري اللي مش لاقي ياكل ده أنا اللي خذلته، أنا من الأسباب إن هو مش لاقي ياكل. وأنا مش هاعلّق شماعة على حد أو جهة أو حاجة معيّنة، لإن كلنا سبب في ده، سبب حتى لو غير مباشر. وبالتالي أنا آسف، أنا باعتذر لك، أنا ما اتغيّرتش على حساب دمك ولا أقصد أتغيّر على حساب دمك. سبحان الله هو بس اختيار من ربنا وتكشُّف بعض الأشياء قدّامنا يعني. لكن أنا جيت عليك وأنا ظلمتك وأنت من حقك أي حاجة، عمري ما هازعل منك، متقبّل أي كلمة هتقولها لي. أنتم فوق راسنا وأنتم ليكم حق علينا وإحنا للأسف تخاذلنا معاكم. ده كلام متخاذل لمتخاذلين، وأتمنى ربنا يستخدمني. على المدى البعيد متوقع إنه التغيُّر ده هيبقى مؤثر وخادم للقضية وللأمة ولديني، ولكن ده على المدى البعيد. لكن على المدى القصير فإحنا جبناء وبس كده.